السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه لو لسه مش مشتركين. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي وبكل جديد هنعمله وبنعمله ان شاء الله. مش اي حد يعمل كفتة الرز، مش اي ولا زي. النهارده بقى طريقة امي لكفتة الرز، حاجة كده عظمة. بحبها قوي الاكلة دي، ومن الاكلات الخفيفة الحلوة المميزة اللي هي يعني ايه بنمتاز بها اي بيت، لازم تبقى موجودة برضو في اي بيت. كفتة الرز، كيلو الرز عليه نص كيلو لحمة. احنا كده جبنا نص كيلو لحمة مفروم من عند الجزار، عملنا عليه كيلو رز وبالخضرة بتاعته فرمناها فين؟ في الكب. فهنا بقى ماما ايه، بعد ما فرمت الرز يعني غسلته وسلقته لغاية ما نشف منه المية، وبعدين فرمته في الكبة كذا دور، وحطينا عليه الخضرة بتاعته. وبعدين جبنا نص كيلو لحمة مفروم. بتعجن اللحمة دلوقتي في الرز كويس قوي، لغاية اما تبقى قطعة واحدة، يعني اللحمة تخش في الرز كده ما تبانش فيه. قعدت تعجن فيها كويس قوي، اخدت منها عجين كويس علشان تبقى متجانسة مع بعضيها. وبتوريكم هنا بقى دلوقتي كفتة الرز بتبقى زي يعني متماسكة وحلوة، وعجينة ايه بتبقى طرية قوي يعني. هنا بقى عملت لكم شكلين، اللي هو المكور ده كده، والشكل اللي هو الاصابع العادية. هنا بقى ايه ماما هتعجنها برضو، هكمل عجينها تاني كويس قوي. وخلاص كده خلصت عجن، ودي الكمية اللي معانا عملتها انا وماما، كورناها وجهزناها علشان هنقليها في الزيت. فردناها كده على الطبلية بتاعتنا وقعدنا عملنا الكمية اللي معانا كلها. كفتة الرز يا جماعة من الأكلات والله المصرية اللي هي الشعبية الحلوة قوي. هنا بقى ايه بنحمر بقى، حطينا زيت على النار وحطينا بقى ايه الكمية، هنحمرها كلها على النار على لغاية ما نخلص الكمية اللي معانا كلها. وبعدين نسقطها في الرز، في الصوص بتاعها. هنا بقى ايه بنشوحها اهو، وبنقلب اللي اتحمر كده واحدة بواحدة. وزي ما قلت لكم الطريقة بتاعتها سهلة اوي. كيلو الرز عليه نص كيلو لحمة مفروم، وعليه الخضرة بتاعته، حزمة من الخضرة مثلا، وبصلة وتفرموا كله ناعم بقى في الكبة او في الخلاط بتاعكم، وتضيفوا له الرز اللي انتوا طحنينه برضو في الكبة بتاعة الخلاط. وتبقى الكمية معانا جاهزة ان احنا نصبعها بالشكل اللي انتوا حابينه على حسب بقى. وبعد كده نحطها في الزيت ونشوحها برضو لغاية ما تاخد مننا لون دهبي حلو. وبعد ما تتشوح وتاخد اللون الدهبي هنشوف برضو ايه اللي بعد كده معاكم واحدة واحدة عشان تاخدوا بالكم وتعرفوا الطريقة بتاعتها كويس. زي ما انتم شايفين كده برضو اهو ماما عمالة تقلب بقى اللي بتاخد لونه كده. بتقلبها في الزيت ويعني عشان تاخد ايه اللون من الجنب التاني برضو. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها. انا عايزاكم تجربوا الطريقة بتاعت ماما دي، هتعجبكم قوي. جربوا طريقة كفتة الرز دي، هتعجبكم بجد من ايد ماما. طعمها كان تحفة. بتحطوا لها ملحها برضو وبهاراتها اللي انتوا عايزينه. هنا لسه باقي الكمية بقى عمالين نحمر فيها بقى، مشغلين القرآن على الموبايل وقاعدين بقى. كنا سهرين فيها والله يا جماعة، بنجهزها على بيت. فهنا بقى اهي بتشوح الكمية بقيت الكمية اللي معانا بنحمرها في الزيت برضو، بتاخد نفس درجة اللون. وهنسيبها. ماما بقى كانت مسبكة صلصة، كنا عاملين صلصة مفرزينها يعني. كانت عاملة فيها بقى ايه مشوحة فيها بصلة وفص ثوم ومظبطاها قوي يعني. فالمهم بقى ايه جبنا منها بقى حتة من الفريزر وحطيناها علشان ننزل عليها بالبقية الكفتة دي. هنزل عليها بقى زي ما قلت لكم بالكفتة، وخلاص نخلص الكمية بس معانا الاول، وبعدين ننزل عليها في الصلصة اللي هي جاهزة معانا. هزود عليها بس مية مغلية لان هي تسبيكة يعني مسبكة ومتعانة في الفريزر. فهنزل بقطعة منها وهحط عليها بقى ايه زي ما قلت لكم مية مغلية، وبعدين ننزل عليها لما تغلي بصوابع الكفتة بتاعتنا دي. شايفين لونها دهبي وجميل ازاي؟ لونها تحفة تحفة تحفة، حاجة والله جميلة اوي. عايزاكم تجربوها، يعني لون وطعم كمان ما شاء الله. وسهلة يا جماعة والله، خفيفة وسهلة. في ناس بتعملها برضو من غير لحمة،
عادي، هي اذواق وقبول يعني. هنا بقى عايزه امسكها اوريها لكم وافتحها، مش عارفه امسكها انها سخنه طالعه من الزيت ايه، مولعه، فمش عارفه امسكها يعني. كنت عايزه افتحها كده اوريكم قلبها قد ايه يعني، مش مكتومه ولا حاجه، منفوخه وحلوه، وكان طعمها حلو قوي. هعملها بقى ايه، بحارب بقى، هجيبك يعني، هجيبك هاخدك يعني. شايفين عامله ازاي، شايفين طعمها والله العظيم كان حكايه. كنت عايزه اخلص الكفته وهي صوابع كده كمان قبل ما تتحط في الصلصه او في الصوص بتاعها. هنا بقى زي ما قلت لكم كانت ماما حاطه بقى إيه تسبيكه بقى وكده، فزودت عليها الميه وهننزل عليها بقى بالكفته بتاعتنا. الكميه اللي حمرناها كلها هننزل فيها، هننزل بيها على الصلصه دي، وهنسيبها تغلي بقى براحتها وتاخد وتدي لغايه اما تستوي. شايفين شكلها عامل ازاي وهي بقى تغلي، شوفوها بقى لما تستوي، تحفه تحفه، والطعم كان حكايه. انزلت لكم بالطريقه بتاعتها علشان اللي عايز يعملها يجربها. جربوا الوصفه دي بجد هتعجبكم. هتغير لون دلوقتي برضو لان هي خلاص كانت دخلت على سوا، مش عارفه اوريها لكم من البخار عامله ازاي، عظمه والله كانت عظمه. لو عجبكم الفيديو لحد كده ما تنسونيش بقى في لايك وشير، وعايزاكم تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها، عجبتكم ولا لا. وهي انا عارفه ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم، لان يعني الكفته دي يعني تراث بالنسبه لنا، تراث مصري يعني. فعايزه كل حبايبي يجربها ويقول لي ايه رايه فيها. وما تنسوش بقى امل في لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ودعوه حلوه منكم، ودمتم في امان الله، وكل سنه وانتم